أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: عاصفة قوية تودي بحياة أكثر من 100 شخص وتفاقم عمليات البحث عن المفقودين. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل: تواصلت عمليات البحث الاثنين في ولاية تكساس الأمريكية بعد فيضانات مفاجئة أودت بحياة أكثر من 100 شخص، بينهم 27 فتاة ومسؤول عن مخيم صيفي. الكارثة التي وقعت خلال عطلة الرابع من يوليوز أثارت صدمة واسعة، فيما حذر خبراء الأرصاد من استمرار خطر العواصف. وأعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا المؤكدين في مقاطعة كير إلى 84 شخص، مع استمرار فقدان آخرين، وسط تحذيرات من تكرار الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. واصل المسعفون الاثنين عملية البحث عن جثث جرفتها الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية خلال عطلة الرابع من يوليوز، متسببة في وفاة أكثر من 100 شخص، من بينهم 27 فتاة، في مخيم صيفي. وأفادت السلطات المحلية بأن مقاطعة كير كانت الأكثر تضررا، حيث ارتفع عدد الوفيات المؤكد فيها إلى 84 شخص.